يا مساء الجمال والسعادة على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. تعالوا النهاردة نعمل وصفة عظمة كده جدا. وصدق اللي قال البيت من غير دقيق حاله دقيق. والله يا جماعة اللي ما تدخل دقيق في بيتها تلاقي يعني بصوا كده الدنيا والظروف بتبقى صعبة. عارفة الدقيق ده بيوسع الدنيا والله يا جماعة. كل شوية كده اعملي لك حبة حاجة بسيطة ان شاء الله لو كوبايتين بصوا يعني هيملوا عليك البيت خير وبركة وسعادة وهنا. تعالوا نشوف بنعمل ايه. هنعمل قرص الفلاحي او اللي هي بالرايب. تمام. معايا كده حوالي نص كيلو من الدقيق. انا بعد كده هاخد الكيلو ونص كلهم. تمام. يعني انا بقول لكم دلوقتي على اللي انا شغاله ده، بس انا كان معايا رايب وخض وكده اهو. وبصراحه كنت مستخسره، يعني كنت خلاص طلعته من الفريزر وساح. وقلت لا خلاص طالما انا موجود عندي دقيق خلاص انا هعمل بالمره. ورشه ملح كده حطيتها في المنخل و... ونص معلقه كبيره بيكنج باودر ومعلقه كبيره خميره. طبعا هو كيس الخميره ال10 جرام ده يعني. تمام. ونص معلقه كبيره برضو بيكنج باودر. وطبعا ايه هحط على الكيلو 3 معالق سكر. تمام. طبعا انا لما ازود هاخد النص التاني. هزود سكر تاني. وممكن ما ازودش سكر على اساس ان انا هعملها حادق وهعملها ماء مسكر الاتنين، فمش هزود سكر اكتر من كده. فاهمين؟ بس كده يبقى كيلو دقيق هياخد ايه 3 معالق سكر، معلقه كبيره خميره ونص معلقه كبيره بيكنج باودر. وطبعا الخض بتاعي او الرايب هنزل بيه طبعا على حسب ما يلم معايا الدقيق. انت ما عندكيش لبن رايب هتعملي ايه؟ عندك لبن حليب عادي هتجيبيه وتحطي عليه معلقتين خل وتسيبيه شويه هيقطع منك. ما عندكيش حطي زبادي، ما عندكيش حطي رايب العادي بتاع السوبر ماركت. يعني اي حاجه هتقضي الغرض ان شاء الله باذن الله. طبعا هنحط مقدار طبعا سمنه وزيت. هنشوفه مع بعض احنا وشغالين. هنعجن كده مع بعض كويس قوي. بصوا يعني حبيت ان انا ايه مطولش عليكم فتره العجين. حبيت ان انا ايه يعني الم العجينه واقول لكم هنحط ايه. هو تقريبا هنا انا كنت حطيت المقدام بتاعي. هو تقريبا كوباية من المادة الدهنية اللي هو عبارة عن زيت وسمنة. تقدري تحطي نص ونص، تحطي كوباية الا ربع سمنة ونص كوباية زيت او ربع كوباية زيت. تقدري لو حطيتي زيت اكتر هينشفها لك. فانا بما اني كنت في شتاء وكده فحطيت سمنة اكتر عشان تفضل طرية وهشة وكده هو يعني. تمام. يبقى انا حطيت ايه؟ حطيت كوباية الا ربع سمنة ونص كوباية زيت. تقدري تحطي نص ونص برضو مش فيش اي مشكلة. انا عشان عايزاها حلوة طعمها كده حلو. فاهميني انتوا؟ حطيت ايه؟ كوبايه الا ربع وربع كوبايه زيت. هنا كنت كمان حسيت ان العجينه طريه معايا في اللقطه اللي فاتت دي ورحت زودتها برضو دي. وبعدين هسكت كده؟ لا مش هسكت، هروح بقى جايبه المفرش السيليكون بتاعي ده وهفضل اعجن فيها. وكل ما احس ان هي لا لسه طريه معايا مش ملمومه هروح اجيب شويه دقيق والمها بيهم. انا مش هنشفها يا جماعه. كل ما بقت طريه كل ما هتطلع معاكي هشه وقطنيه اسفنجيه خالص. فانا مش هنشفها. بس الفكره اني انا يعني برضو مش عايزاها تلزق في ايديا. حتى لو تلزق في الايد اللي انا بعجن فيها، انما الايد التانية تطلع نظيفة. وهبدأ كده اعجن فيها كويس قوي لغاية لما احس ان هي خلاص كده اكتفت معايا من العجن. هفضل بقى ايه افردها والمها وافردها واعجنها. يعني بصوا هفضل اعجن فيها كويس قوي. وبعد كده هجيب الطبق بتاعي وهبدأ ان انا احطها فيه. وهبدأ اسيبها تخمر شوية ترتاح. يعني بصوا على قد ما تقدروا. انا طبعا مش هقدر احكم عليكي بساعة ساعتين، يعني على حسب الجو عندك. ممكن شقة مختلفة عن شقة. ممكن شقة في نص ساعة تخليها تخمر حتى لو في الشتاء، وممكن شقة برضو تخليها ساعتين تخمر. فانا مش هقدر اقولك انت تسيبيها قد ايه عشان تاخدي قوام مظبوط. لازم تسيبيها الوقت الكافي ان هي ترتاح. هنا كنت وريتكم حتة كده من العجينة لقيتها لسه لما شدها كده لسه بتتقطع. فرحت قلت لكم ايه انا هعجن فيها تاني. هنا بعد ما عجنتها وخلصتها خلاص وحطيتها في الطبق بتاعي عشان تخمر. هبدأ كده اغطيها بحاجة وفوطة. هغطيها بالصينية والفوطة كده اهو عشان اكتم عليها كل الهواء اللي هيدخل لها. هنا ما شاء الله شايفين خمرت قد ايه. هبدأ كده اقطع القرص بتاعتي واشوف انا هعمل قرص قد ايه. لو عندك ميزان تقدري تجيبي الميزان وتقطعي القرص بتاعتك كلها بنفس الحجم
او قد بعض بنفس الميزان. لو بقى انت حابه تمشيها بالحب كده ان شاء الله، يعني بايديكي بقى تحاولي تخلي التقطيعه كلها واحد. يعني ما تحاوليش تخليها واحده كبيره قوي واحده صغيره قوي، لا حاولي تخلي التقطيعه كلها قد بعضها. هنا كمان كان معايا صينيه، فجبت زيت ودهنت الصينيه زيت. طبعا عشان انا كنت مقلله الزيت فيها ومكتره السمنه، فحبيت ان انا بقى ايه ادهن الصواني زيت ما ادهنهاش سمنه. هنا بفضي الخمر بتاعها كده وبرجع كده ايه اخد بقى منها، بديها تقلبتين كده وهبدأ ان انا هنا ايه اخد منها. بصوا العجينة بسم الله ما شاء الله، شايفين في ايديا طرية طراوة، يعني ما شاء الله ما شاء الله فعلا صراحة يعني. وبحاول كده بايديا، بحاول ان انا اخليهم كلهم قد بعض وبقفلها كده اهو. هعمل معاكم الفاضي الاول، كام واحده كده فاضيين، او نعمل صينيه فاضي وصينيه محشيه. انا زي ما شايفين بقفلها كده اهو، بلمها كده واقفلها واعملها كوره. تقدري تعمليها كوره في كفه ايدك وتلفيها كده على الرخامه، برضو هتديكي نفس شكل الكوره. وبعدين ببططها في الصينيه بحيث ان هي تديني ايه شكل القرصه الحلو. وبرضو ما بحاولش ان انا اكبرها قوي عشان لما تخمر تاني، هي المفروض هتخمر تاني برضو ما ترتفعش قوي. وفي نفس الوقت بسيب مسافة عشان ما يلزقوش في بعض. يعني بصي لو حسيت ان الصينية مش هتخليني اطلعها دايرة مظبوطة، فبحاول ان انا اخدها كده افردها على المفرش بتاعي واحطها مرتاحة في الصينية. هنا هشوف الصينية بتاعتي هتاخد كام، 4 هتاخد 5 هتاخد 6، على حسب ما هتاخد معايا الصينية. بس اهم حاجة اني ما اخليهمش لازقين في بعض، دي اهم حاجة. تمام. هنا كده خلاص كنت خلصت كمية الفاضي، محبتش اطول عليكم اكتر من كده بصراحة. كنت بقسمهم ان انا اعدهم ان انا اعمل نفس العدد فاضي ونفس العدد هحشي جبنة. مش هحشي ولا ملبن ولا عجوة المرة دي، عملتها قبل كده معاكم بالملبن والعجوة. بس المرة دي هحشي جبنة، اي نوع جبنة مالحة عندك تقدري تحشيه. تمام. جبت كده الجبنة بتاعتي ودهنت برضو الصينية بتاعتي بالزيت. طبعا بشوف عدتهم وشفتهم هما هيتحطوا في كام صينية. وبدأت كده ادهن الصواني بتاعتي، بس بفتح القرصة بتاعتي كده من النص وببدأ اقفل عليها الجبنة كده زي ما احنا شايفين مع بعض، وبقفلها كويس قوي. وبعد كده بفردها في الصينية. بس اهم حاجة انك انتي تهرسي الجبنة، ما تحطيش الجبنة قطعة زي ما هي، اهرسيها قبل ما تحطيها جوه القرصة عشان تعرفي تفردي كده بسلاسة. طبعا كنت واخدة تان انا زي ما انتوا شايفين كده في ايديا ووشي. كنت يعني مش قادرة اقول لكم. بس هنا برضو هعمل معاكم واحدة تاني، فردت الجبنة جواها وبفرد اهو القرصة وبوريها لكم. حسيت ان الصينية هتكون بعيدة فقلت ان انا افردها على ايديا عشان اوريك ان هي مش صعبة وفي نفس الوقت مش بتلزق. يعني نعمل واحدة تاني، باخد حتة الجبنة بكون هرستها بين صوابعي وببدأ اقفل كويس قوي. لو في زيادة، لو حسيت ان العجينة كبيرة زي ما انتوا شايفين بقطعها وببدأ انزلها في الصينية بتاعتي واسيبها كده. بعمل معاكم واحدة تاني وخلاص كده هسيبكم بقى. هكمل انا لوحدي عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. طبعا انا نسيت افكركم ان كنتوا تعملوا لي لايك. بتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك، ما تنسوش اللايك. ونفسي تعملوا لي اشتراك كده عشان اعمل لكم وصفات كتير وانزل لكم فيديوهات كتير. هنا خلاص كنت خلصت الصينية، كانت الصينية فاضلة واحدة بس. تعالوا نشوف بقى النتيجة والتسوية. بصوا مش قادرة اقول لكم حاجة في منتهى العظمة. طبعا اهم حاجة انك انت تكوني مسخنة الفرن بتاعتك على درجة حرارة عالية، وما تولعيش الشواية، ولعي من تحت بس. وممكن على اخر 3 دقايق ممكن تولعي الشواية. وممكن لو انتي الفرن عندك حامية زي حالاتي ممكن تستغني عن الشواية اصلا ما تولعيهاش. انا بولع الفرن من تحت، بسيبها شغالة تسخن الفرن كلها. وبعدين ابدا ادخل الصواني. القرص بتاعتي دي ما بتاخدش في الفرن ربع ساعة بتكون خلاص استوت. والنتيجة هنشوفها مع بعض عظمة جدا. طبعا الفرن بتاعك
يعني لو مش حامي زي الفرن بتاعي مثلًا هتاخد معاكِ وقت أكتر. ف مش عارفة أنا ليه الفيديو رجع تاني والّا دي صينية تاني، مش عارفة حصل إيه هنا. المفروض كنت خلّصت الصينية كنت خلّصت الصينية الأولانية ودي صينية تاني خالص، مش رجع من أول وجديد، دي صينية تاني خالص، وأنا برضه مش هاكمّلها معاكم خلاص كده. عملت صينيتين معاكم بالجبنة وعملت حبّة سادة، وهنا باوريكم الكمية بتاعتي ما شاء الله اللهم بارك. طبعًا نُصّها كان سادة ونُصّها كان بالجبنة. شايفين الصينية المنفوخة دي كانت سادة، لمّا تحسّوا اللي في الجبنة كده بتبقى باينة من النُص. شايفين النتيجة بعد التسوية؟ حاجة في منتهى الجمال من تحت ومن فوق، والله يا جماعة عظمة. جربوها هتعجبكم جدًا، وصفة سهلة وسريعة. طبعًا حبة اتحمروا مني وحبة طلعوا حلوين لونهم مضبوطين. اللي بيحب المحمر ياكله واللي بيحب الأبيض ياكله، وكل الألوان موجودة أهو عندكم. بس كده ده كان الفيديو بتاعي النهارده، باتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. هنا هاوريكم واحدة من جوّه. طبعًا كنت باصور بإيد وباقطع بإيد فما كنتش عارفة أتعامل، بس شايفين هي قد إيه من جوّه مفرّغة وهشة. شايفين؟ اللهم بارك، كانت تحفة جدًا، جدًا. هاستناكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم. واسيبكم في أمان الله.